بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. برضو الكلمة بتاعتي المعتادة، يا ريت كل واحد يشوف القناة بتاعتي يعمل لي لايك للفيديو واشتراك في القناة، يا أحلى حبايب وأحلى متابعين. النهاردة برضو ومن ضمن الأحداث اللي ماشية ودايرة على السوشيال ميديا، موضوع هام للغاية، وبرضو حاجة أنا شفتها النهاردة بالصدفة وناس كتير بتتكلم عليه. موضوع أكل الحارس للأسد، للحارس بتاعه في حديقة حيوان الفيوم. رحم الله الحارس، واكيد في حاجة حصلت خلت الاسد بعد الفترة دي كلها ان يبقى فيه هجوم على الحارس، وده كان قدام الانظار بتاعة الزوار واللي رايحين يزوروا حديقة الحيوان. منظر صعب طبعا. بيقولوا ان هم نقلوا الجثة بعد لمشرحة الفيوم. وبرضو من ضمن الأحداث بيقولك الأسد ما سابش الحارس إلا بعد ضربه بالنار، وكمان خدروا الأسدين اللي موجودين معاهم. فايه اللي حصل؟ ايه السبب اللي وصل الأسد ان هو يهجم على الحارس بتاعه؟ رحم الله الحارس، وربنا يتغمده في جناته. وبرضو من ضمن الحاجات اللي انا سمعتها وشايفاها على السوشيال ميديا برضو عمرو اديب ومحمد رمضان. انا لحد دلوقتي مش عارفة ايه المشكلة، بس محمد رمضان ما شاء الله عليه يعني مكتسح في قلة الادب. دلوقتي هو ما كان قبل كده ابنه ضرب طالب في المدرسة، وقبل كده كان متخانق مع احمد عز، وقبل كده هو طبعا هو عامل نفسه ان هو نمبر 1. فهو ايه؟ ان كان هو نمبر 1، هو نمبر 1 في قلة الادب. وعمرو اديب من ضمن الحاجات اللي انا شفتها النهارده رافع عليه قضية، وهم مع قصاد بعض في المحاكم. الاخبار دي يا جماعة مش دي الاخبار اللي انا جاي اتكلم عليها، ولا محمد رمضان ولا غيره. دول كلهم معلش مع احترامي للناس ان هم ما يسووش حاجة في الساحة، لان هم لا دريانين بالناس ولا حاسين بالناس ولا عارفين الوسط بتاعنا عايش ازاي. احنا برضو بنتكلم على موضوع غلاء الاسعار. السيد احمد موسى امبارح منزل على قناة صدى البلد ان الاسعار في السوق تم ضبطها، وتم كذا وتم كذا وتم كذا. يروح يشوف الاسعار عند التجار عاملة ازاي. خليه ينزل حي مثلا زي حي الشربية او اي منطقة. طبعا بالنسبة للحي، لان انا ساكنة في منطقة الشربية، ينزل يشوف الرز بقى بكام، والعدس بقى بكام، والسكر بقى بكام، والزيت بقى بكام. كل حاجة زادت 10 جنيه. هو بيقولك الأسعار يعني مظبوطة عن السنة اللي فاتت، والحاجة متوفرة عن السنة اللي فاتت. السكر موجود، اللي احنا غبنا فترة جامدة جدا بندور على السكر، ما كانش موجود ووصل ل60 جنيه. السكر ب30 وب35. بس شوف الرز اللي كان ب25 و26، اقل نوع رز دلوقتي بقى ب28. النوع اللي هو يعني نوعا ما ب32 و35. كل ده عشان حلول شهر رمضان. هي دي البركة بتاعت شهر رمضان ولا ايه؟ التجار بتحط البركة بتاعتها على الاسعار. ان الاستاذ بتاع حماية المستهلك امبارح وبتوع التموين بيقول لك احنا منزلين في جميع المحافظات ان هم ضبط ومش عارفه ايه لاي حد مخالف. يجوا حي الشرابيه كده يشوفوا التجاره عامله ازاي، كل واحد بيبيع بسعر، كل واحد بيبيع بمزاجه، مفيش ضبط اسعار. الكلام اللي بيجي في التلفزيون ده كلام فكسان، وكلام مفيش منه على ارض الواقع. مفتش التموين يخش على المحل من هنا يرضوه وياخد بعضه ويمشي.
ودي حاجة ملموسة واحنا شفناها قبل كده، ومش مرة ولا اتنين ولا تلاتة. مفيش مفتش تموين بينزل، ولا فيه مأمور بينزل، ولا فيه اي حد بينزل. الاسعار زي الزفت، الاسعار زي الزفت. انا حبيت النهارده اوصل لكم الحاجات اللي انا شايفاها قدامي، واللي انا حساها واللي ملموسه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت اللي يشوف الفيديو بتاعي يعمل لي لايك للقناه واشتراك في يعمل لي لايك للفيديو واشتراك في القناه يا احلى حبايب واحلى متابعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا ليكم والسلام عليكم.